الجريمة الكامنة اللي بتحصل من سنين، الجنان اللي احنا عايشينه كل يوم لحد ما بقى هو العادي. يعني ايه؟ يعني مثلا نفرض ان واحد نفسه يشتغل في الحكومة، يدفع آلاف الآلاف علشان يشتغل في الحكومة، نفسه يضمن مستقبله، عايز يبقى له معاش، بعد كده ياخد ايه من الحكومة؟ ملاليم. حضرتك احنا عندنا 6 مليون في الجهاز الحكومي المصري بيتقاضوا اقل مرتبات في العالم، عندك حق فعلا. ماذا تفعل له هذه الملاليم يا استاذ عمرو؟ اوكل نفسه ولا اوكل امه ولا اوكل اخواته ولا اوكل اي حد هو مسؤول عنه؟ يضطر يعمل ايه؟ انه يسرق، يختلس، يرتشي. دي مش جريمه؟ اعلى نسبة فساد حكومي في الشرق الاوسط. مواطن نفسه انه يتعالج، الحكومه توفر له سبل العلاج، يخش المستشفى سليم يطلع عيان. دي مش جريمه؟ عندنا سرير لكل 1000 مواطن. جميل قوي قوي قوي. كل الجرايم دي لما واحد نفسه يعلم ابنه، عايز يدخله مدرسه بمصاريف. مصاريف ايه؟ فلكيه. بلاش نبعد عن المصاريف الفلكيه للمدارس الخاصه ونقول الحكومه، المدارس الحكوميه المجانيه. دخل الولد المدرسه آلاف الجنيهات للدروس الخصوصية، وفي الآخر يا ريت يطلع الولد متعلم أو فاهم أي حاجة. دي مش جريمة؟ 20 مليار جنيه حجم الاقتصاد اللي تحت الأرض من الدروس الخصوصية في مصر. واحد شاب اتعلم في الكلية 4 و5 سنين دراسة ودح وكب 2 ألف 4 وإيشي وأحلام وأمال، وهطلع وهتخرج وهبني وهعمل أسرة وهعمل بيت مفيش شغل. اضطر يشتغل أي شغل، أي شغلة، أي حاجة. مفيش. أعرف ناس اتخرجت من الجامعة بعد دراسة اشتغل دلوقتي ورا صبي علمة يمسك سجاد، متعلم قسم سجاد. أنا لا أسخر من هذه المهنة، ولكن ماذا أفادوا هذا التعليم؟ 4 سنين بيدح في تعليم. دي مش جريمة؟ جريمة طبعا. شاب نفسه إنه يتجوز، عايز يتجوز، حب واحدة عايز يتجوزها، مفيش أي إمكانية، مفيش أي حاجة. أعمل إيه؟ مفيش شغل. أعمل إيه؟ أقتل؟ أسرق؟ دي مش جريمة؟ 9 مليون عاطل في مصر. واحدة بقى أيا كانت الظروف تبيع نفسها علشان أيا كانت ظروفها، عايزة تتجوز أو اتجوزت راجل كبير، عملت أي شيء، بتبيع نفسها علشان الفلوس. دي مش جريمة؟ دي أقذر جريمة. ترجع من بره، ولنفرض إن إنسان راجع من بره بعد غربة طويلة وداخل بيته، يقابله أخ من إخواته يقول له إيه اللي رجعك؟ ترجع مطرح ما جيت. ارجع من مطرح ما جيت. وأخ تاني يقول له هات لو معاك فلوس هات. دي مش جريمة؟ 5 مليون مصري بيحاولوا ياكلوا عيش في العالم كله بره. لما تقضي عمرك كله بره بتحلم انك تعيش عيشة كويسة. دي مش جريمة؟ جريمة. طب بذمة يا استاذ عمرو الحاجات دي كلها ما تضحكش؟ الحاجات دي ما تضحكش، الحاجات دي تبكي يا استاذ محفوظ.